عارف إن في حرامي بيراقبك دلوقتي وإنت بتتصفح النت؟ مش بهزر. كل ثانية في 30 شخص بيتم التلاعب بيهم على الإنترنت، وإنت ممكن تكون واحد منهم. أنا هقولك على حاجات خطيرة بتحصل وإنت مش واخد بالك. الحرامية الإلكترونية دول شغالين طول الوقت، بيستنوا لحظة غفلة منك عشان يخطفوا بياناتك. شفت الراجل اللي شبه الحرامي ده؟ ده مش بس في الأفلام، ده موجود فعلا ورا الشاشة. بيحاول يصطاد معلوماتك الشخصية، زي الصياد ما بيصطاد السمك. لما بتحط صورتك وبياناتك على السوشيال ميديا، أو بتدوس على لينك داونلود هير من مصدر مش موثوق، أو Please بتستخدم enter your كلمة سر password. سهلة، انت كده بتفتح الباب للحرامي ده على مصراعيه. طب ايه الحل؟ هقولك على حاجات بسيطة هتحميك. اوعى تشارك معلوماتك الشخصية مع أي حد على النت، حتى لو شكله محترم. مفيش حد محتاج يعرف عنوانك أو رقم تليفونك أو صورة البطاقة بتاعتك. استخدم كلمات سر قوية، وحط فيها رموز خاصة زي كده، وجددها كل فترة. بتستخدمش كلمة سر واحدة لكل حساباتك. ده أخطر قرار ممكن تاخده. اوعى تفتح أي لينك غريب، أو تعمل داونلود فايلات من مواقع مش معروفة، حتى لو شكلها مغري. الطعم الحلو ده هو اللي بيخليك تقع في الفخ. فاكر الحرامي اللي نبهتك عنه في الأول؟ دلوقتي انت عارف ازاي تقفل الباب في وشه. خليك صاحي وانت بتتصفح النت، لأن أمان معلوماتك مش مسؤولية أي حد غيرك. شير الفيديو ده لأصحابك عشان محدش فيكم يكون الضحية الجاية.